الزمالك ابراهيم صلاح بيطلب مساواته بحازم ومحمد عبد الشافي للرجوع للزمالك. انتوا عارفين ابراهيم صلاح لاعب نادي الزمالك السابق وحاليا بيلعب في نادي العروبه السعودي. ابراهيم يعني عشان يرجع نادي الزمالك طالب ان هو يتساوى بمحمد عبد الشافي وحازم امام في الفلوس بالنسبه لعقودهم 2 مليون جنيه في الموسم. ويعني اعتقد ان ده حق ابراهيم برضه، ان ابراهيم كان من اللعيبه المظلومه في نادي الزمالك وكان عقده برضه صغير او قليل جدا. فيعني في حاله عودته لنادي الزمالك هيكون يعني بنفس المبالغ الماليه بالنسبه لحازم امام ومحمد عبد الشافي، ولكن القصه في ايد ابراهيم صلاح. خلي بالكم ان ابراهيم صلاح ممكن ما يرجعش لمصر الفتره اللي جايه. هو ناجح مع فريق العروبه السعودي، رغم ان نادي العروبه مش الانديه الكبيره في السعوديه، ولكن هو بيلعب بشكل اساسي وماشي كويس. النهارده كمان يعني نادي العروبه بقياده ابراهيم صلاح كان عندهم مباراه في الدوري السعودي مع نادي الاتفاق وانتهت بالتعادل السلبي 0-0. وكده العروبه في المركز ال11 برصيد 9 نقاط، يعني من الفرق اللي في مؤخره الجدول، ولكن ماشيين برضو بشكل كويس. ان هم كانوا السنه اللي فاتت في الممتاز ب او في القسم الثاني في الدوري السعودي وصعدوا الى الدوري الممتاز.